الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص في الملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما والباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما أسبغ على أوليائه نعما عما أشهد أنه هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أنه قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف بإذن الله الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل فالتقوى شعار المؤمنين ودفاع المتقين ووصية الله تعالى في الأوائل والأواخر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وهذه الشهور هي شهور السنة الهجرية محرم وصفر وربيع الأول وربيع الأخير وجماد الأولى وجماد الأخيرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة هذه هي أشهر السنة الهجرية ورمضان هو الشهر التاسع من هذه الأشهر وهذا الشهر الكريم اختصه ربنا عز وجل وفضله وميزه عن سائر الشهور بمميزات وبفضائل وبخاصيات منها أنه أنزل ربنا سبحانه وتعالى فيه القرآن الكريم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة جملة واحدة دفعة واحدة وجاء في الحديث أيضا مما رواه الطبراني والإمام أحمد رحمة الله عليهم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في الليلة الأولى من رمضان وأنزلت التوراة في 6 أيام من رمضان مضت وأنزل الإنجيل في 13 من رمضان وأنزل القرآن الكريم في 24 من رمضان فأرأيتم أن هذه الكتب السماوية كلها أنزلت في رمضان اختص ربنا سبحانه وتعالى هذا الشهر بإنزال الوحي وهو روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الوحي روح القلب إنسان بدون وحي ميت نشر الحياة العرب اللي كانت قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ لا ذكر له
مشتتين، شي مشى منا شي منا ما عندهم قيمة. لكن لما جاء الوحي والنفخات في هذه الروح، روح الإيمان، صارت الفرس والروح، وهذا من أعظم القوى في ذلك الزمان. ولازم نخاف من العالم، ولازم نخاف من العالم. علاش؟ لما نفخت فيه روح الإيمان صارت الدنيا كلها تخاف بها. وكذلك أوحينا إليك روحا. كذلك هذا الشهر ينبغي أن تبعث فينا روح الإيمان من جديد. كيف رمضان سبحان الله العظيم، وكأننا بدلنا قلوبا غير قلوبنا، وأرواحا غير أرواحنا، ونفوسا غير نفوسنا، وأبدانا غير أبداننا. كاين شي حوايج ما نقدروش نديروهم خارج رمضان، لكن اللي كيجي رمضان كنولي نقيم الليل على سبيل المثال. قراءة القرآن اللي كنا كنعكسوا عليها خارج رمضان، كيجي رمضان سبحان الله العظيم كأن تلك الروح، كأن الوحي بدا كينزل من جديد. هكذا ينبغي أن نستقبل شهر رمضان بهذه القلوب الحية والنفوس والهمم العالية. كانت الناس إذا جاء رمضان ما كيشوفوا حتى شي حاجة ما كيشوفوها غير القرآن. كان منهم اللي كيخدم 60 مرة، كاين اللي كيخدم 30 مرة، كلها وجهدوا وحشومة وعيب وعار أننا نطلع على رمضان، أننا نطلع على القرآن حتى يجي رمضان. هذا عيب 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 أننا ما نطلعوش على كلام سيدنا سبحانه وتعالى. عيب أننا ما نهزوش هذا القرآن. صافي كيسال رمضان كيسد المصحف كيبقى حاطه في الفيترين، تيجي رمضان نفتحوا عليه الأخبار ونهزوه، صافي سد رمضان مشى. عيب والله عيب، حشومه وعيب وعار. حنا اللي كنتسبوا لها الأمة هذه، أمة القرآن، أمة بإصبع الوصل، الأمة المرحومة، الأمة اللي أكثر الناس فيها قد يدخلوا الجنة من الأمم. 120,000 صف لا تدخل الجنة لا تدخل الجنة. الأمة اللي تعرض فيها 8 صف، يعني 8 صف من 120، 8 صف من 120 اللي غتدخل الجنة من الأمة اللي صلى الله عليه وسلم. فمن نحسوا أننا نغفل عن القرآن على كلام سيدنا سبحانه وتعالى الذي هو فيه خبر ما قد سبق. يعني الناس يسبقون كان في القرآن أخبرنا به سيدنا سبحانه وتعالى. والنبأ اللي غادي يجي الناس اللي بعد منه، وحكم ما بيننا يحكم بيننا. جاء القرآن أيها الناس ليربط لنا علاقاتنا بأنفسنا نحن أولا، وعلاقاتنا بربنا، وعلاقاتنا بمخلوقات الله عز وجل. فكيف القرآن كيضبط لك هذه العلاقات هذه. ها كيفاش دير نتابع مع راسك، ها كيفاش دير مع وليداتك، ها كيفاش دير مع سيدنا سبحانه وتعالى، ها كيفاش دير مع الناس ومع المجتمع. هكذا جاء القرآن. باش جاء القرآن باش نقراو صافي المخطوط. إذا بغينا ننفعوا من القرآن الكريم وبغينا ينفعنا سيدنا سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة، فعلينا التمسك به. يعني جاء القرآن من عالم السماء إلى عالم الأرض. علاش؟ باش ترفعنا هنا، باش ترفعنا إلى عالم العوالم. وإنه لذكر لك ولقومك، لذكر لك لشرف لك. والله يا معاشر المسلمين، إلى ملي كتكون حافظ القرآن واحد الشرف يعطيك سبب، واحد القيمة أنت ما كتشوفهاش على بالك هنا في الدنيا قبل الآخرة.
وبخصوص فردا كتكون ديما الفقيه هو المقدم، يحضر الفقيه هذه بلاصه الفقيه، يعطي الفقيه حاجه مزيانه، يعني دائما صاحب الوطن مكرر مع ما صاحب الوطن كثير. هادشي في الدنيا، هادشي عرشي له في الدنيا، اما في الاخره كرامات واي كرامات. اذا كان صاحب القران حامل القران ولذا ضرهم يلبسان تاجا وحلة الكرامة، وكيف يفعلون سيدنا سبحانه وتعالى بسبب أخذ ولدهم القرآن إلى هذا ولده، فكيف بصاحب القرآن نفسه؟ كيف بصاحب القرآن نفسه؟ أيها الناس، الزموا كلام ربكم، اعتنوا بكلام ربكم، فإن الربح كل الربح في كلام الله عز وجل، في كلام الله عز وجل ينفع الله عز وجل به صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. يقال لصاحب القرآن اقرأ وابقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صاحب القرآن أيها الناس، صاحب القرآن لا يخيب، لا يضيع، لا يخسر أبدا. كيف يضيع صاحب القرآن وقد أعطاه ربنا سبحانه وتعالى كلامه، أورثه كلامه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب اصطفاء واجتباء. هذا لا مش القرآن كيعطيك ماشي تقول أنا حافظ القرآن والله وبالله وتقى إن لم يصطفيك ربك عز وجل وإن لم يختارك والله ما تحفظ القرآن. اختيار واجتباء واصطفاء من الله عز وجل، فكيف واختار واصطفى واجتبى وعطى الكلام ديالو وهذا ضيع أبدا. خبرنا علينا احنا وهي تمسكوا بهذا القرآن قراءة تدبرا تعلما وتعليما وعملا به حتى ينفعنا الله إن شاء الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله واصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، من الاشياء التي اختص بها ربنا سبحانه وتعالى هذا الشهر انه شهر المغفره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا على ان صفه سبحانه وتعالى هو الذي نصومه، هو الذي افترضه عليه، وانا اصومه احتسابا. يعني علاش كنصوم رمضان؟ علاش كنصوم رمضان؟ بغيت الاجر من صفه سبحانه وتعالى. فاللي كيصوم رمضان وهو بحال صايم بالشبي وما حاملش واللي يهضر عليه الحيد انا مرمض انا مقطوع انا كذا، فهذا لم يصوم رمضان ايمانا واحتسابا. خصو يجدد العلاقه بينه وبين سيدنا الله سبحانه وتعالى. بغيت المغفره صوم رمضان ايمانا واحتسابا. ايمان لان سيدنا الله هو اللي كان يصوم، احتسابا علاش؟ باش يعمل الاجر الثواب. كتلقى بنادم صايم ومطلع عليه الدم وما حاملش راسو ويدفن وكذا، وعباد الله مشنقين ومدابزين، ياك ودي لاباس، اش وقع؟ سيدنا الله تحفه عظيمه على سيدنا الله سبحانه وتعالى. شهر الرحمه،
شهر المغفرة، شهر العتق من النيران، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، كله خير، كله بركة. أعطاه نفسه رب سبحانه وتعالى كي قلنا هاجم الجهاد هاكل الرجل إلى شيء عندي كي يقول واحد بالك من الله عز وجل يا باغي الخير أقبل أجي هذا إلى شيء أنت إلى شيء وهذا ويا باغي الشر أقصر. كيف سيتدخل على هذه المسائل هذه؟ كيف سيتدخل على هذا الشيء؟ خير مبارك وفضل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إنسان يشدد العلاقة بينه وبين سيد ربه، يشدد النية بينه وبين سيد ربه سبحانه وتعالى بأنه صيام رمضان إيمانا واحتسابا. وكذلك القيام، من قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني شو غير أكثر من هذا الشيء؟ رمضان واحد من النفعة، واحد من الكنز عظيم جدا أعطاه لنا سيد الله سبحانه وتعالى. إنسان يحمد الله ويشكره على أنه وصل رمضان وهو باقي في الحياة. كم من أناس صاروا على رمضان اللي فات وهم الآن تحت أطباق التراب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يكتب لهم أجر الصيام والقيام. شحال من واحد الآن فارق الدنيا وبقى، إحنا أعطاني سيد ربي الفرصة هذه. شحال من واحد نحمد الله تعالى وشكره، شحال من واحد باقي في الحياة ولكن ما قد يصوم، جاء الأمراض، جاء الضغط، السكر، ما قد يصوم. وإحنا عطانا ربي سبحانه وتعالى الصحة والعافية والسلامة، قد يصوم الحمد لله، قد ندير قيام الليل، تراويح، قد نوقفوا ونرفعوا ونسجدوا في أمان الله وحفظه. وش ما يحبس الإنسان صدر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة هذه واشكر على هذه النعمة هذه وغير هذه الخاصيات كثيرة جدا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على الشفيع يوم الزحام، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت وسلمت وباركت على عبدك ونبيك إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عنا كما رضيت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا بهم، اللهم احفظنا في زمرتهم وفي زمرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تتم علينا نعمة رمضان وأن تتسلمه منا تاما غير منقوص يا متقبلا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن توفق أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم أقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وشد أجره بأخيه مولاي رشيد وبسائر أسرته العلوية الشريفة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اجعله مفتاحا للخير إغلاقا للشر. اللهم بارك في عمره يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين وألبسه لباس الصحة والعافية يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين نسألك بأنك أنت الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر يكون. نسألك وأنت الملك، نسألك يا الله. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. من علينا بذلك، جل علينا بذلك، تقرب علينا بذلك يا
أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في صحتنا وفي أوقاتنا يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه يا أجود الأجودين ويا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.